الاجتماعيه وجزء من العداله الاجتماعيه. التعليم لابد انه يتاح بجوده لكل ابناء الشعب المصري فقراء واغنياء. اللي احنا شايفينه ان في محاوله لاكل التعليم الحكومي وخصخصه التعليم بالشكل البطيء اللي بيتم. 2 الحق في الصحه. 3 بناء الاقتصاد المصري وان الدوله تتدخل ويبقى لها دور. القطاع العام ما زال لحد دلوقتي عندنا شركات قطاع عام. الشركات دي عشان تعرفوا السنه دي والسنه اللي فاتت كسبانه، ميزانيتها السنه دي محققه ارباح 2 مليار، رغم ان هم مش بيشغلوا عدد كبير من المصانع، ورغم ان هم بيحاربوها وبيحاولوا ان هم ما يدوهاش فرصه انها تعبر عن نفسها. القطاع ده هو اللي حمى مصر سنه 73. لازم يبقى فيه قطاع حكومي موجود وفي نفس الوقت قطاع خاص موجود. قيمه القطاع الحكومي في حاجتين: 1 انه صمام امان ضد الاحتكار، مش هيخلي فيه احتكار، لان اي يعني واحد زي عز لو الحديد والصلب كانت شغاله بجد وسايبينها تشتغل ما كانش يقدر يتحكم في سعر الحديد زي ما هو عايز. لو شركات الاسمنت اللي احنا جبناها استوردناها وقلنا لها خد شركات الاسمنت وخصخصناها واحتفظنا بعدد من الشركات ما كانوش احتكروا وادونا سعر الاسمنت في السعر ده. فهي صمام امان لمنع الاحتكار. 2 ميزتها ان في القطاع الخاص اي حد بيبص على المكسب، عايز اقصى ربح ممكن باقل تكلفه ممكنه. في القطاع الحكومي زي ما بيبص على الربح هو بيبص على الزاويه الاجتماعيه. هو محتاج يعمل تشغيل، هو محتاج يشغل الناس، محتاج يعمل معيار لعلاقات العمل يجر رجال الاعمال ان هم يعملوا زيه. ان في حاجه اسمها ان العامل من حقه يبقى له عقد عمل، وعقد العمل يبقى واضح، وان يبقى ليه اجر بيتناسب مع الاسعار، وان يبقى ليه تامين اجتماعي وتامين صحي. لو انت قدمت النموذج ده في ارض الواقع لشركات اهي بتدي العمال حقوقها وانت يا قطاع خاص ما بتعملش ده مش معناه انك ما بتكسبش، ده معناه انك عايز تكسب زياده على حقوق العمال. فالقطاع العام شيء جوهري ومهم جدا طبعا. وانا بقول على الاحتكار هيخلي في توازن في الاسعار.